سنة 1930 نشرت جريدة مصرية خبر بيتكلم عن قصة حقيقية لتاجرة مخدرات اتورطت في جريمة قتل وكان نهايتها الإعدام. القصة بتبدأ في بورسعيد مع باخرة بلقاس، واللي هي واحدة من بواخر البوسطة الخديوية جاية من سوريا وقبرص عشان تقف عند المينا في بورسعيد. ومع كل باخرة بتوصل كان رجال الجمرك بيمضوا كل راكب أثناء تفتيش الأمتعة على ورقة بيقر فيها إنه مش معاه أي مواد مخدرة. ومن ضمن الركاب واحد اسمه أندرينكوس، راجل اسود البشره من جنوب افريقيا، من الواضح انه جاي من قبرص. وبعد ما مضى اندرينكوس الاقرار العادي بدا رجال الجمرك في تفتيش شنطه، لحد ما حد منهم لقى صفيحه جبنه ولاحظ ان حجم الصفيحه وسمكها مش متناسب مع المحتوى اللي المفروض يكون فيها، فقرر انه يفرغها. واول ما فتحها لقى في جوانبها صفيح نحاسي مطوي هو السبب في حجم الصفيحه الكبيره، وفتحوا ولقوا فيه قطعه حشيش. وتم القبض على أندرينكوس بعد ما تم ضبط معاه أكتر من 5 كيلو حشيش. في نفس الوقت ده كان في ست سمراء البشرة فطساء الأنف غليظة الشفتين واقفة مستنية واحد من ركاب الباخرة، لحد ما شافت أندرينكوس وهو متساق مع ضباط الجمارك، فبصت له من بعيد ومشيت بسرعة بعد ما عرفت إنه اتقبض عليه. وكانت الست دي اسمها بوكسة، واحدة من كبار تجار المخدرات، وكان أندرينكوس واحد من شركائها. فرجعت بوكسة القاهرة عشان تبلغ شركتها حمدية باللي حصل، وبدأ الاتنين يفكروا هيكسبوا لقمة عيشهم منين من غير ما يبيعوا المخدرات. فقرروا يطلعوا مخزونهم من الحشيش والهيروين عشان يعرفوا المقدار اللي اتبقى لهم، وده لأنهم كانوا معتمدين على أندرينكوس في البضاعة الجديدة. وبعد يوم قررت بوكسة تروح تسأل على مصير أندرينكوس، فعرفت إنه تم ترحيله بأمر من القنصلية. فرجعت البيت وهي مش عارفة تعمل ايه من غيره. وبعد أسبوع وصل لها رسالة من البريد من أندرينكوس بيقول لها فيها إنه هيرجع لكن بهوية مزيفة، ولحد ما يعمل كده لازم تحافظ على الكمية اللي معاهم، وده لأن معظم التجار اتقبض عليهم، ودي فرصة لزيادة سعر الحشيش والهيروين. ففرحت بوكسة هي وحمدية، لكن قرروا انهم لازم يدوروا على طريقة جديدة يكسبوا بيها غير بيع المخدرات، لحد ما خطر على بال بوكسة خطة شيطانية. فقررت تستخدم كمية قليلة من المخدرات اللي معاها في السرقة، واتفقت مع حمدية على الخطة وبدأوا في تنفيذها. وفي العتبة الخضراء وجنب دار الحكمة المختلطة كانت بوكسة واقفة بتبص على الستات وهم ماشيين في الشارع، لحد ما شافت ست معاها بنتها ومعاهم طفل صغير، وكانت البنت لابسة كردان ذهبي جميل. وعرفت بوكسة ان دي ضحيتها الأولى، ففضلت قاعدة قدام دار المحكمة المختلطة. وفي الوقت ده دخلت الست الكبيرة خضرة ومعاها بنتها حميدة واللي عندها 21 سنة، ومعاها ابنها اللي عمره 2.5 سنين. وكان التلاتة جايين يشتروا بيت في جزيرة بدران معلن عنه في مزاد المحكمة، وكانت حميدة شايلة في جيبها 600 جنيه، وهو القسط الأول للبيت اللي تمنه 3000.5. ودخل التلاتة قاعة المحكمة الساعة 9 في الوقت اللي كانت بوكسة قطرهم فيه. وأثناء ما كان التلاتة قاعدين يحضروا المزاد بدأ الطفل محمد يعيط، فطلبت خضرة من بنتها تخرج بيه بره عشان ما يعملش إزعاج للمحكمة. فخرجت حميدة ومعاها طفلها وال600 جنيه في جيبها. ولحسن حظ بوكسة لقيت قدامها البنت اللي كانت مستنياها، فراحت بوكسة تقعد جنبها على الرصيف. وحسب الخبر قالت لها انت يا بنت يا فلاحة حلوة مش عايزة منديل راس يليق بيكي؟ لكن حميدة ردت عليها وقالت لها انها مش عايزة. فقالت لها بوكسة ان المنديل اللي على راسها ما ينفعش لوشها الجميل ده، وانا عندي اللي يناسب جمالك. فرحت حميدة بمجاملة بوكسة ليها وطلبت منها توريها المناديل اللي معاها واللي كان لونها أحمر، وحطته بوكسة على راسها وهي بتقول يا حلاوتك يا جمالك. وبعدها طلعت بوكسة ازازة ريحة وهي بتقول ان معاها ازازة ريحة من النرجس ملوش مثيل، لو تدهني بيه جوزك يزيد حبه فيكي ويدوب في ريحتك. فرحت حميدة وطلبت منها تشمها، لكن لاحظت ان بوكسة بعدت راسها عن العطر بس ما اهتمتش وبدأت تشم فيه، لحد ما فجأة بدأت تدوخ وأغمى عليها. وبعد شوية صحيت حمدية على صوت أمها وهي بتقول لها إنها ما ينفعش تنام في الطريق. ففتحت عينيها ولقيت جنبها ابنها محمد فاطمنت. وبعدها طلبت منها والدتها تدخل الجلسة عشان تدفع الفلوس لأن البيت رسى عليهم. حاولت حميدة تقوم لكن حست بألم في رقبتها، فحطت إيديها عليها عشان تكتشف إن كردانها الذهبي مش موجود. فحطت بسرعة إيديها في جيبها واكتشفت كمان إن 600 جنيه اختفوا، وراحت بسرعة مع والدتها الاسم المسكي عشان يبلغوا عن السرقة. وفي الوقت ده كانت بوكسة راجعة بيتها في بولاق وهي معاها كردان ذهبي و600 جنيه، وقررت إنها تعيد نفس العملية من تاني، واللي طلعت أأمن ومكسبها أكبر من تجارة المخدرات. وفي تاني يوم خرجت بوكسة مع حمدية وهما بيبصوا على الستات زي رايا وسكينة عشان يصطادوا ضحيتهم الجديدة، لحد ما قابلوا بنت صغيرة في عمر 16 سنة واللي كان اسمها سكينة. سكينة كانت شغالة عند طبيب في بولاق، وللسوء حظها قرر الطبيب
يبعتها لبنته في جهة المغربلين عشان تديها حلويات اشتراها لها، وكانت سكينة ما حلتهاش غير كردانها الذهبي. وأثناء ما هي واقفة وقفتها بوكسة، وبنفس الطريقة عرضت عليها تشوف المناديل اللي معاها والريحة، لحد ما بدأت سكينة تدوخ. فسرقت منها بوكسة الكردان الذهبي وهي بتمثل قدام الناس إنها داخت منها، وقعدتها على جنب وبعدها اختفت تماما. وبعد شوية فاقت سكينة عشان تكتشف إن كردانها الذهبي اختفى، وراحت عشان تبلغ في الاسم. واستمرت بوكسة هي وحمدية في سرقتهم للستات باستخدام المخدر، لحد ما قرر رجال المباحث نشر البوليس السري في المناطق اللي تمت فيها عمليات السرقة عشان يقبضوا على بوكسة. في الفترة دي فكر أندرينكوس يسافر على مصر باستخدام جواز سفر مزيف، وأخيرا قابل شريكته بوكسة وحمدية، ولقى معاهم ذهب وفلوس كتير من عملياتهم في السرقة، ففرح وطلب منهم يستمروا لحد ما يسافر اسكندرية عشان يقابل واحد من تجار المخدرات يشتري منه بضاعة. وأخد أندرينكوس معاه كردان ذهب يبيعه وقت الحاجة، وفعلا سافر اسكندرية. وفي زنقة الستات وأثناء ما كان أندرينكوس في طريقه قابل ست جميلة اسمها حسنية، أعجب بيها أندرينكوس أول ما شافها، وقرر يراقبها عشان يعرف مكان سكنها ويرجع لها تاني، لحد ما قابل التاجر، واللي مش بس عرض عليه بضاعة يتاجر فيها، لكن عرض عليه عرض في مقابل فلوس ما كانش يحلم بيها. بس المرة دي ما كانتش تجارة مخدرات ولا سرقة ذهب، إنما كانت جريمة قتل. فأخد الفضول أندرينكوس إنه يعرف مين اللي عايزين يقتلوه مقابل المبلغ ده، وكان المراد قتله هو الخواجة ميشيل، واللي كان عايش في دار فسيحة بحديقة جميلة قريبة من محطة فليمنج في اسكندرية. وكان الخواجة واحد من كبار الأعيان في اسكندرية، وكان معروف بسمعته الطيبة وبصلاته مع كل الدوائر المالية، وعشان كده كان الكل بيحترمه وبيثق فيه. وبسبب ثروته كان الخواجة عنده أكتر من بيت في اسكندرية، ده غير عزبته في كفر الدوار واللي مساحتها 220 فدان، جنبها بيت بيقعد فيه لما يسافر لعزبته كل أسبوع. وكان الخواجة ما بيبخلش على أي مزارع من المزارعين في الأراضي المجاورة ليه، فكان بيمدهم بالفلوس بشرط فايدة يوافق عليها المديون، وعشان كده كان بيلقبوه بنصير المزارعين. لحد ما حصلت أزمة في الثمار اضطر بسببها كتير من المزارعين يستلفوا منه فلوس، ومن ضمنهم واحد اسمه عبد الرحمن وواحد تاني اسمه عبد الغني، لحد ما جه ميعاد التسديد وما قدرش الاتنين يوفوا بديونهم. فتساهل معاهم الخواجة لكن من غير فايدة، وكان كل مرة بيروح العزبة يطلب منهم فلوسه لكن من غير نتيجة. فقرر يتخذ معاهم الإجراءات القانونية، وعدت فترة استمر فيها عبد الرحمن وعبد الغني في تهربهم لحد ما لقوا نفسهم مش قادرين على السداد. فقرروا الاستعانة بتاجر المخدرات دسوقي عشان يخلصهم من الخواجة وبالتالي يخلصوا من ديونهم. فقرر دسوقي يستعين بأندرينكوس، وده لأنه بيتمتع بحماية أجنبية وجاي بجواز سفر مزور. فوافق أندرينكوس بعد ما عرف إنه هياخد 2000 جنيه، لكن قرر يستعين ببوكسة وحميدة، واتفق مع تسوقي إنه هيقابل عبد الرحمن وعبد الغني وهياخد منهم السلاح اللي هينفذ بيه العملية، ومكان التنفيذ هيكون في عزبة الخواجة. فسافر أندرينكوس على مصر وحكى لبوكسة وحميدة على العملية اللي هتخليهم مش محتاجين حاجة مدة طويلة. فوافق بوكسة وحميدة وبدأوا يخططوا لجريمتهم، وسافر الثلاثة اسكندرية عشان يقابلوا عبد الرحمن وعبد الغني، وقعدوا في شقة مأجرينها فترة لحد ما ينفذوا المطلوب. وفي يوم 9 يونيو وصل الخواجة ميشيل عزبته قبل غروب الشمس، وراح يزور معارفه ويباشر أعماله لحد بالليل. وبعدها راح لبيت العزبة وغير هدومه وخرج يقعد قدام البيت. وفي الوقت ده كانت بوكسة هي وحميدة مستعدين لتنفيذ الخطة، وكان مهمة بوكسة تشتيت الخواجة وتخديره، أما حميدة فمهمتها المراقبة لحين ما ينفذ أندرينكوس الجريمة. وفعلا دخلت بوكسة على الخواجة اللي كان قاعد قدام بيته، وبدأت تعرض عليه من الروايح اللي معاه وهي بتجامله وبتنادي عليه باسم نصير المزارعين والغلابة. فوافق الخواجة إنه يشم العطور اللي معاها، وبعد ما شم 2 3 بدأ يدوخ لحد ما أغمى عليه. فشاورت بوكسة لحميدة، واللي بعد ما اطمنت إن محدش جاي ولا رايح شاورت لأندرينكوس. فدخل بسرعة البيت، وقبل ما يضرب النار خاف أحسن حد يسمع الصوت وما يلحقوش يهربوا، فقرر يقتله بالسكينة. وفعلا ذبح أندرينكوس الخواجة وهرب بسرعة مع بوكسة وحميدة، ورجعوا لشقتهم في اسكندرية. وفي تاني يوم وصل خبر الجناية لاسم البوليس، وتم نقل جثة الخواجة للمشرحة. وبدأ رجال المباحث في تفتيش البيت بحثا عن أي دليل، لحد ما لقوا مجموعة من إزايز العطور واكتشفوا المخدر اللي جواها، وكانت دي نفس الطريقة اللي بيستخدمها معظم الحرامية. فاستمروا في البحث لكن ملقوش سلاح الجريمة. وفي الوقت ده كان أندرينكوس رجع البندقية اللي ما استخدمهاش لعبد الغني وعبد الرحمن، وراح على شقته في اسكندرية. وبدأت تحريات المباحث عن عداوات الخواجة لحد ما تم استدعاء كل المديونين، واللي من ضمنهم عبد الرحمن وعبد الغني اللي هم الوحيدين اللي رفع عليهم الخواجة قضية. وبدأ البوليس تحقيقه معاهم، لكن عبد الغني وعبد الرحمن كان عندهم حجج غياب قوية، لكن على الرغم من كده فضلوا في دائرة الاشتباه كمحرضين على الجريمة. وبعد 3 أيام تم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، وافتكروا إنه بكده سقطت الديون اللي عليهم ويعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. وفي الوقت ده كان أندرينكوس وبوكسة وحميدة مستلمين فلوسهم ومبسوطين بيها.
فقرر أندرينكوس إنه يروح يزور البنت اللي بيحبها، وده لأن معاه فلوس كتير أكيد هتقبل بيه. وفعلا خبط أندرينكوس على باب البنت الجميلة اللي كانت عايشة لوحدها مع والدتها العجوزة، واستقبلت أندرينكوس واللي ادعى إنه بيوزع صدقة على الناس الغلابة. لكن بعدها اتفاجئت البنت الجميلة بنوايا أندرينكوس الحقيقية، واللي افتكر إنه هيغريها بفلوسه، فطلبت منه يستناها لحد ما ترجع، وأوهمته إنها موافقة، وسابته مع والدتها وراحت لجارها تستنجد بيه واللي كان بيشتغل مخبر للبوليس السري. فراح المخبر وراها وطلب منها تتصرف معاه بشكل طبيعي عشان يمسكه متلبس. فقعدت البنت الجميلة مع أندرينكوس واللي بدأ يحكي لها عن بطولاته، وقال لها إنه هيعيشها أحلى أيام حياتها، وده لأنه تاجر مخدرات كبير وهينتشلها هي وأمها من الفقر. وسألها إذا كانت سمعت عن مقتل الخواجة ميشيل، وحكى لها إن هو اللي قتله. كل ده والمخبر بيسمع أخبار ما كانش عمره يصدق إنه هيسمعها بالسهولة دي، لحد ما بدأ أندرينكوس يمد إيده ناحية البنت الجميلة، وقبل ما تصوت كان المخبر قبض عليه وساول الاسم. وهناك حكى المخبر كل حاجة سمعها وشهد على كلامه البنت والأم، واتقبض على أندرينكوس بتهمة القتل ومحاولة التعدي على بنت. لكن أنكر أندرينكوس كل التهم. فقرر رجال البوليس إنهم يفتشوا الشقة اللي ساكن فيها، وهناك لقوا حميدة قاعدة لوحدها، وفي أركان البيت لقوا سكينة ملفوفة في قطعة قماش، فتم إحرازها لتشابهها مع سلاح الجريمة. واتقبض على حمدية اللي أنكرت معرفتها بأندرينكوس وقالت إنها مأجرة منه غرفة. وفي الوقت ده كانت بوكسة بتتمشى في شوارع اسكندرية وهي مش مكفيها الفلوس ولا الذهب اللي معاها، وبتحاول تدور على ضحية جديدة، لحد ما شافها واحد من البوليس السري ولاحظ تحركاتها الغريبة ونظراتها على الستات، فبدأ في مراقبتها. لكن شافته بوكسة وبدأت تحاول تهرول عشان تبعد عنه، فحاول البوليس يبين لها انه مش بيراقبها، لحد ما اطمنت واستمرت في مراقبة الستات. ووقف 2 من الستات على جنب وبدأت تتكلم معاهم. في اللحظة دي هجم عليها البوليس السري وسأل الستات اللي معاها لو يعرفوها، لكن أنكر معرفتهم بيها وقالوا له انهم ما يعرفوش هي عايزة ايه منهم. ففتشها البوليس ولقى معاها ازازة الريحة، فسقها هي كمان للاسم، وتم ارسال الريحة اللي معاها للمختبر الجنائي، واللي اثبت ان الريحة اللي معاها مطابقة للازاز اللي لقوها في مسرح الجريمة. وبكده اصبح عند البوليس 3 متهمين، وهم بوكسة وأندرينكوس وحميدة، اللي كونها كانت في شقة واحدة من المشتبه فيهم خلاها مشتبه فيها هي كمان. فتم إرسال ال3 لاسم كفر الدوار لاستكمال التحقيق. ولما لقى أندرينكوس هيتم تجريمه بتهمة القتل، قرر يطالب بامتيازاته الأجنبية، وبالفعل تم إرساله للقنصلية للتحقيق معاه. فقررت بوكسة إنها تعترف باللي حصل، وذكرت أسماء عبد الرحمن وعبد الغني المحرضين على الجريمة، وحكت كل حاجة بالتفصيل. وبعدها تم إرسال برقية لإقسام القاهرة بمواصفات بوكسة وحمدية واللي هم من سكان القاهرة، وتم إحراز أكتر من كردان ذهبي واضح إنهم مسروقين. وفعلا حضر المجني عليهم في حوادث السرقة وتعرفوا على بوكسة وحميدة واسترجعوا مسروقاتهم، وتم الحكم على بوكسة وحميدة بالمؤبد، وتم ترحيل أندرينكوس لمحاكمته في بلده. أما عبد الغني وعبد الرحمن فتم الحكم عليهم بالأشغال المؤبدة وانتهت القضية. الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، وعمل الفيجوالز رحاب آدم، ومنتجه عز الدين مصطفى. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات القديمة والجديدة. سلام.